بيكم وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم. انت لسه صغير، لما تكبر تبقى تتكلم، ناقص خبرة. جمل بنسمعها كتير في الشغل أو في البيت بتحبط أي شاب عنده طموح أو فكرة جديدة. العالم دايما بيحكم بالسن وعدد السنين مش بالعقل والكفاءة، والنتيجة شباب كتير بيدفن طموحهم تحت كلمة لسه بدري عليك. بس تفتكروا هل ينفع شاب عنده 18 سنة، يعني لسه في أول جامعة أو ثانوية عامة، يقود جيش؟ ومش أي جيش، ده جيش فيه كبار الشيوخ وفيه أبو بكر وعمر بن الخطاب نفسهم بيمشي كلمته. هل ينفع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عملها وكسر كل قواعد الأقدمية عشان يدينا درس في تمكين الشباب المسؤولية. حكايتنا النهاردة عن القائد أسامة ابن زيد. فاصل وهرجع لكم تاني. القرار كان صدمة للمجتمع. ازاي عيل صغير يقود شيوخ العرب؟ الناس اعترضت واتكلمت، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف حاجة هم مش شايفينها. كان شايف القائد اللي جوه الشاب ده. في آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهز جيش عشان يواجه الروم، أقوى امبراطورية في العالم وقتها. المهمة انتحارية وصعبة جدا. المفاجأة كانت في قرار التعيين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، كان عمره وقتها 18 سنة، وفي روايات 17. وجنود الجيش أبو بكر الصديق كان وقتها عمره 50 سنة، وكان قادة كبار الصحابة. طبعا حصل لخبطة في المدينة. بعض الناس قالوا يؤمر غلاما. حدث جلجلة في المهاجرين والأنصار. إزاي عيل صغير يمشينا؟ الكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وخرج رغم شدة مرضه وطلع على المنبر عشان يحسم القضية دي للأبد. وقال لهم جملة عبقرية جميلة قوي: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه. بمعنى أنتم بتعترضوا على إيه؟ علشان سنه ولا عشان كفاءته؟ ولا الواد ده مش كفء ومخلوق للقيادة زيه زي أبوه؟ النبي هنا لغى معيار السن وحط معيار الكفاءة. وبعد وفاة النبي جه أبو بكر الصديق للخليفة. تخيلوا المشهد ده: أبو بكر حاكم الدولة ماشي على رجليه، وأسامة الشاب الصغير راكب على الحصان هو وقائد الجيش. أسامة اتكسف وقال له: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. أبو بكر رد عليه بدرس في التواضع واحترام القيادة: والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. أبو بكر احترم الرتبة اللي النبي حطها لأسامة ودعمه عشان يكسر عين أي حد لسه بيشكك فيه. وفعلا جيش أسامة رجع منتصر وسالم وغانم وحقق اللي محدش توقعه. قصة أسامة رسالة مزدوجة في 2026، رسالة لينا: ما تخليش حد يقنعك إنك صغير أو لسه بدري عليك. في شباب عندهم 19 سنة بقوا رواد أعمال ومكسرين الدنيا دلوقتي. لو عندك المهارة افرض نفسك باحترامك وشغلك، وما تستناش إذن من حد عشان تنجح. رسالة للمديرين والأهالي: النبي صلى الله عليه وسلم راهن على الشباب وكسب الرهان. الشباب عندهم طاقة وتكنولوجيا وأفكار مجنونة جدا، الكبار ممكن ما يكونش عندهم زيها. ادوا للشباب فرصة يغلطوا ويتعلموا ويقودوا، ما تموتوش طموحهم بكلمة لما تكبر بقى. القيادة مش بالعمر، القيادة مسؤولية ورؤية وقرار. أبو بكر سمع كلام أسامة في الحرب ونفذه، مع إن أبو بكر نفسه كان جده في السن ده. دي مش قلة قيمة، دي احترافية. المستقبل بتاع الشباب، والتاريخ أثبت إن معظم التغييرات الكبيرة عملها ناس كان سنهم صغير بس عقلهم كبير. أسامة بن زيد كان مراية ليك. انت كمان تقدر تكون قائد في مجالك مهما كان سنك. سؤالي ليكم النهاردة: هل اتعرضت لموقف حد قلل منك أو رفض فكرتك بس عشان سنك صغير؟ وكان رد فعلك ايه؟ أثبتت نفسك
ولا أحبطت؟ احكوا لنا قصص نجاحكم ضد عقدة السن في الكومنتات، واشوفكم بكرة وحكاية جديدة، وحكايتهم هي حكايتنا. رمضان كريم.